ايه ده؟ ايه الشيبسيه دي كلها؟ طب وعد الله مصر لسه بخير. بدايل منتجات السوبر ماركت الجزء الثاني، مقاطعين وهنفضل مقاطعين لغايه ما كل المنتجات اللي احنا عاملينها بايدينا تلف العالم كله. واول حاجه عايزينها تلف العالم كله هي ازازه الميه دي. انا حاسس ان الناس مش واخده بالها ان الميه برضه من ضمن المقاطعه. الميه دي اسمها الميه دي اسمها مويه. هو مش ده الغريب، الغريب ان ازازه الميه دي 2 لتر وسعرها كام بقى يا سيدي؟ 6 جنيه. ما هو لو مليانه من الحنفيه هتبقى برضه واقف عليهم بخساره. ودققوا كده يا جماعه، مليانه على الاخر، ما فيهاش نقطه هوا. يا نهار ابيض. هو انا بعد ما جبتها كنت بحسب اللي فيه غلطه في الحساب او حاجه، بس رجعت الريسيت لقيته فعلا مكتوب فيها 6 جنيه. يلا نقول بسم الله وندوق. بسم الله. لا الحمد لله ما فيهاش حاجه مريبه. ميه عاديه، مياه شرب طبيعيه من واحد سيوه. طب مين اللي دفع لك المواصلات تيجي لغايه هنا؟ هي ميه ولا لها طعم ولا لون ولا ريحه؟ فلو لقيتوها هاتوها. نشوف اللي بعده. حاجه حلوه نحل بيها، بسكويت بالشوكولاته من شركه اسمها رونسكا، وده سعره 5 جنيه. نفتح يا باشا ونشوف. هما طبقتين بسكويت ومحشيين شوكولاته، والحشو يا باشا باظظ. نقول بسم الله وندوق. بسم الله. حلو قوي، طعم الكاكاو واضح فيه، والشوكولاته اللي جوه تحفه، سكرها مظبوط وطعم الشوكولاته غني، مش طعم الشوكولاته سيكي ميكي. لا انا اول مره اشوف البتاع ده، بس صراحه عجبني قوي. ده كده مع فنجان قهوه يا لهوي. نشوف اللي بعده. شيبسيكو، ده شيبسيكو بطعم الجبنه وسعره 5 جنيه. بعد كده ونشوف. صراحه الشيبسيه نضيفه قوي. نقول بسم الله. بسم الله. طعم الجبنه ده مش غريب عليا. الشيبسيه قريبه قوي من كرانش اللي هو تبع شيبسي اللي احنا مقاطعينه، وطعم الجبنه اللي فيه انا دوقته في شيبسي وانا صغير بس مش فاكره. هي جبنه حلوه قوي، جامد قوي يا جماعه. انا ما اعرفش ده كان مختفي فين. ده شيبسيكو 100 100. نشوف اللي بعده. ما دام دخلنا في الشيبسي بقى يبقى كان لازم نجيب فوكس. وفوكس لقيت في ناس كتير بتسال في الكومنتات هو معانا ولا مش معانا. هو باين من الاسم اللي هو معانا. ده بطعم الجبنه المتبله وسعره 5 جنيه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الشيبسيه دي كلها؟ طب وعد الله مصر لسه بخير. ايه يا فوكس ده؟ يا فوكس يا جدعان اقسم بالله المقاطعه دي جت في مصلحتنا كلنا، اللي بيبيع واللي بيشتري. والله احنا كنا معميين. انا برضه مستغرب ايه البطاطسايه دي، احجامها برضه كلها عملاقه يا جماعه. ايه ده؟ نقول بسم الله وندوق. بسم الله. الشيبس رقيق قوي وحلو ومش مزيت، بس طعم الجبنه المتبله خفيف شويه، او ممكن نكون احنا عشان واخدين على الشيبس اللي هو بطعم الجبنه المتبله كان بيبقى مالح شويه. لا ده بقى مش مالح، فدي حاجه حلوه هنا مش حاجه وحشه، بس يخليك بقى تاكل منه كتير بقى. فوكس معانا ويا رب يكبر من بطاطسه. هي الشيبسيه دي بقى عايزه بق من المايه. ونشوف اللي بعده. اللي بعده بقى هي حاجه مش فاهمها الصراحه. هي حاجه بجنيه اسمها لافيرا. هي عباره عن بسكويت فيه فراوله وفيه شوكولاته. الواحد في الحلقات دي بيكتشف حاجات يا جماعه، ولسه مصر هتبهرنا. والله انا كنت بحسب ان الجنيه دوت ما بيجيبش غير لبانه، بيجيب بسكويت اهو بالشوكولاته وبالفراوله. ما تفتح بقى يا عم. طب والله العظيم لذيذه دي البسكويته، ودي بقى يا باشا الفراوله والشوكولاته البيضاء. نقول بسم الله. بسم الله. هي الفراوله ريحه فراوله بس مش طعم فراوله خالص. نشوف الشوكولاته. بصوا هي تنفع تاخدوها باقي بدل بالباقي البان. نشوف اللي بعده. اللي بعده بقى يا باشا حاجه اسمها رولانا، فخر الصناعه المصريه. دي بقى المفروض ان هي ب5 جنيه وطعمها زي الاصليه بالظبط. ده على كلام اللي قال لي جربها، انا لسه ما جربتهاش. ده شكلها وفيها 3 وحدات. بسم الله. ايه ده جواها لوز. ده جواها لوز يا جماعه. انا بحسب حشينا وزدان طلعت لوز. 3 وفي كل واحده فيها لوزه و5 جنيه وطعمها حلو قوي. شركه جبري جروب. شكرا يا عم جبري. طب وعد الله عالمي. نشوف اللي بعده. اللي بعده بقى ايه ده؟ ماشي. اللي بعده بقى حاجه اسمها كرينكو، عباره عن سوداني بطعم الجبنه وسعره 10 جنيه. هي شكلها كده النهارده حلقه انبهارات. ايه ده؟ هم عاملين هنا سهم بيقول لي افتح من هنا، بس انا غبي ما خدتش بالي. سهله خالص اهي. نقول بسم الله وندوق. بسم الله. نفس السوداني اللي بيبقى في الميله اللي بيبقى عليها الطبقه اللي هي بتبقى عامله زي الجبس دي، بس هنا الطبقه اخف شويه. طعم الجبنه قليل شويه، زائد ان السوداني ني، فطعم السوداني ني في بقي، فالجبنه مش قادره تغطي على طعم السوداني ده. مش عارف انتوا هتاخدوا بالكم ولا لا، السوداني من جوه مبيض. الطبقه حلوه بس يحمصوا السوداني ده شويه. نشوف اللي بعده. اللي بعده حاجه بقى نرطب بيها على نفسنا. ايس كريم من شركه فرايدي كوكيز ويتش، اللي هو من الاخر كده سندوتش بوريو ابو 30 جنيه. ده بقى ب5 جنيه. ده شكله يا باشا وباصص ايس كريم من كل ناحيه. نقول بسم الله قبل ما يسيح. بسم الله.
بجد برافو عليهم جدا ان هم يعملوا حاجه زي دي وبالسعر ده. البسكويت حلو قوي وقريب فعلا من السندوتش بتاع بوريو بنسبه 80 90%، والفانيليا تحفه. مفيش كلام يتقال، مصر بتعمل ممنوعات. نفصل بقى بميه. انا برضه مستغرب انت ازاي ب 6 جنيه. نشوف اللي بعده. اللي بعده بقى عصير تفاح من شركتين، واحده اسمها سان ايس والتانيه اسمها كول، والاتنين سعرهم 5 جنيه، والاتنين عاملين نفسهم بيست. هو البيست احنا جربناه في الجزء الاولاني وكانوا كاتبين اللي هو يحتوي على 20% عصير تفاح، ما اعرفش الباقي كان ايه. هنا بقى في السان ايس كاتبين اللي هو 50%، يعني طعم التفاح المفروض هنا اقوى من بيست. وفي الكول كاتبين ده كاتبين 100% طبيعي. لا كول ده بيحور. احنا نجيب كوبايتين عشان فيهم منافسه قويه دلوقتي. بص يا باشا، نصب، هنقص التاني ونصب. هو انا حاسس ان ده اغمق من ده، معرفش بقى هل عشان دوت 100% طبيعي ولا ايه. ندوق كول الاول. بسم الله. هو مش وحش بس خفيف، هي حاجه مسكره وفي تاتش بعيد قوي كده تفاح. انا بالنسبه لي البيست اقوى منه. نشوف السان ايس. بسم الله. هنا بقى طعم التفاح واضح شويه بس مش مسكر زي ده، فلو انا عايز ادفع 5 جنيه واشرب عصير تفاح ومش قدامي غير دول انا هختار ده. نشوف اللي بعده. لمبادة. انا لقيت من لمبادة حاجه اسمها ميني ويفر وحاجه اسمها لمبادة ساندوتش، والاتنين سعرهم 5 جنيه. نبدا بالميني. هي مكعبات بسكويت ويفر صغيره ومحشيه شوكولاته. بسم الله. هو طعم اللمبادة اللي احنا عارفينه بس هم عاملينه في افتكاسه يعني. نشوف الساندوتش. هو عباره عن 3 قطع بالحجم ده وتلزيق موت بقى عمال يلزق قوي. بسم الله. طعمه حلو بس انا حاسس ان السكر فيه كتير قوي وده هيخلينا نشرب ميه. هموت واعرف انت ميه ايه. نشوف اللي بعده. اللي بعده بقى الذكريات الجميله، جوليو، وده بطعم الجبنه والطماطم وسعره 5 جنيه. هم رفعوه ولا احنا اللي خدنا على شيتوس ولا ايه؟ بسم الله. ميكس الطماطم مع الجبنه طعمهم حلو قوي ولسه زي ما هو. شيتوس ايه بقى وبتاع ايه؟ احنا معانا جوليو، الجزء الاولاني كان معانا كورنايس، احنا جامدين قوي والله. نشوف اللي بعده. اللي بعده بقى ناس كتير كتبتها لي في الكومنتات، جاكوار. انا لقيت 3 حاجات من ضمنهم فشار واللي هو شبه الشيتوس، وواحد مرسوم عليه كور تقريبا عامل زي الشيتوس اللي هو الخفيف ده سعره 10 جنيه وده 5 جنيه وده 5 جنيه. نبدا ب 10 جنيه. اوبا عليه ريحه جامده ومليان، كيس مليان، شكله وريحته جامدين قوي. بسم الله. الله، خفيف وطعم الجبنه تحفه. حلال فيه ال 10 جنيه والله. نشوف اللي شبه الشيتوس والجوليو. ده بطعم الجبنه الشيدر الاحمر. انا شايف ان الكميه حلوه قوي 5 جنيه الصراحه. بسم الله. ده الشركه دي جامده قوي يا جماعه، انا حبيته. نشوف الفشار. بسم الله. لا الناس دي جامده قوي. انا عرفت بقى ليه الناس كلها عماله تكتب في الكومنتات جرب جاكوار. عاش والله، 3 حاجات مختلفين والثلاثه عجبوني. نبلع بميه ونشوف اللي بعده. اللي بعده بقى كرواسون. اول طعم معانا ميكس توت وتاني طعم شوكولاته بالبندق. نشوف التوت ده بيقول ايه. ده شكل الكرواسون. انا حاسس العجينه هنا حلوه وفي كميه حشو كويسه وسعره 10 جنيه. بسم الله. هو توت يعني، بس هو قلب معايا على مربى وانا ما بحبش المربى، بس العجينه تحفه. نشوف اللي بالشوكولاته. ده شكله انا حاسس ان ده متحمص شويه عن التاني. افتح كده يا باشا. ده يا باشا بقى غرقان شوكولاته من جوه. نقول بسم الله. حلو قوي، عجينه الكرواسون ولا كلمه. نبلع بميه ونشوف اللي بعده. اللي بعده بقى مشروب شعير اسمه اوسو، وده لقيت منه بطعم التفاح والاناناس والخوخ. معرفش في منها اطعمه تانية ولا لا، بس دول التلاته اللي انا لقيتهم وسعرها عامل 8 جنيه. نبدا بالخوخ. نصب كده ونشوف. بسم الله. الصودا قليله قوي. هي الميزه اللي طعم الشعير واضح والخوخ طعمه حلو والسكر مظبوط، هي بس الحته بتاعت الصودا دي. نشوف الاناناس. بسم الله. دي حلوه دي انا حاسس ان الصودا فيها عاليه شويه، يعني ممكن تعتمدها مكان فيروز. نشوف التفاح. هنا التس عاليه زي الاناناس، هي المشكله تقريبا كانت في الخوخ بس. بسم الله. لكل اللي بيحب مشروبات الشعير لو شفتوه هاتوه. انا الصراحه عجبني قوي التفاح والاناناس. نغير الطعم يا باشا ونشوف اللي بعده. انا نفسي افهمك والله. اللي بعده بقى حاجه انا شفتها في التلاجة واول ما شفتها انا فرحت. كنت بحسبها سبيروس باتيس بطعم اليوسفي. انا حبيت الطعم ده قوي. مسكت يا باشا الازازه لقيت مكتوب عليها برو. طلعت امتى وفين وازاي معرفش. احذري يا سبيروس باتيس، ظهر لك منافس. نفس الازازه بالظبط. تقريبا المصنع اللي بيصنع لسبيروس باتيس الازايز هو اللي بيصنع لدي برضه الازايز، ودي سعرها 8 جنيه. نصب كده ونشوف. هي فين الصودا؟ انا لسه عمال اخوفهم منك وبقول في المنافس. بسم الله.
ايه ده؟ هو انا لسه بحطها في بقي شميت ريحه لبان دكر، بجد والله العظيم. لما بلعت فيها اتاكدت ان طعم البان دكر مش استفندي. ده اعتبروه ما جاش معانا النهارده، انت اللي هتحلي لي الموقف. اللي بعده بقى مشروب اسمه اوسيس وبطعم البطيخ، ودي سعرها 5 جنيه. مش محتاجه تتصب في كوبايه، انتوا شايفين لونها. بسم الله. نفس اللبان اللي بطعم البطيخ بالظبط، بيقلب معاك في الاخر كده بمراره شويه. هو انا اعرف اللي فيه منه اطعمه كتير، بس انا ما لقيتش الصراحه غير الطعم ده. ممكن الاطعمه التانيه تبقى احلى، لكن البطيخ ما عجبنيش. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وفولو للبيج. ويا ريت لو جربتوا منتجات مصريه وعجبتكم اكتبوا لي اسمها في الكومنتات عشان نعمل لها جزء تالت. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.